بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان الاسلاميين بيقولوا الاسلام هو الحل والليبراليين بيقولوا الديمقراطيه هي الحل وهكذا، ف يعني بما ان كلهم بيقولوا الحل معناها ان في مشكله، يبقى اذا في مشكله بتواجهنا وكلنا بندور على الحل. فانا لقيت الحل بحاجه اسمها اليابان هي الحل، وكل واحد بقى يدور على الحل. ليه ما اقولش الاسلام هو الحل او الديمقراطيه هي الحل؟ لاني انا مش متوافق تماما مع الجانب، يعني كل جانب منهم انا متوافق معاه في اشياء لكن مختلف في اشياء. يعني انا متوافق مع الاسلاميين في اشياء، متوافق مع الليبراليين في اشياء، لكن مش بالكامل مع دول ولا بالكامل مع دول. يعني بالنسبه للاسلاميين انا متوافق معاهم في ان الاسلام هو دين المجتمع وثقافته. ثقافته حتى ثقافه المسيحيين، المسيحيين المصريين ثقافتهم اسلاميه، ده واضحه جدا يعني. وهم دلوقتي اللاهوت المسيحي عنده اشكاليه انه مش قادر، يعني عارف ان الشعب القبطي متشبع بالافكار الوحدانيه الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه، لذلك عمال يقاومها. حتى اللي جه يعني موقف غريب قوي وطريف كمان ان البابا شنودة جه في زمان، قال يا اخوانا احنا بنعبد اله واحد، ودي مجرد صفات. الابن والروح القدس دي صفات، زي ما انت عندكم الاسلام اللي بتقولوا الرحمن، الله الرحمن الرحيم، فاحنا نفس الكلام بنقول الاب والابن والروح القدس، فدي صفات. رجعوا دلوقتي الاسقف رافائيل، ده كان مرشح يبقى البابا. قال هو البابا شنودة يعني غلط في الحكايه دي، هو كان قصده يعمل يعني توفيق ما بين الافكار الاسلاميه والافكار المسيحيه. فهي عامله لهم اشكاليه ان ثقافه المجتمع ثقافه اسلاميه توحيديه، وهم مش قادرين يواجهوا العقلاء المسيحيين. عشان كده في ناس مسيحيين كتير بيسلموا، يعني لان يعني المجتمع المصري متشبع بالوحدانيه دي من ايام اخناتون. فهو مش متقبل حكايه ان يكون الاله ثلاثي او ثلاث الهه، دي فكره وثنيه قديمه جدا. فالمجتمع المصري يعني رفضها من زمان، بدليل ان هو ساب المسيحيه ودخل الاسلام يعني. ما هو ده هو ما دخلش يقول لك ايه عشان الجزيه، يعني قصدك تقول ان كل الشعب المصري باع دينه عشان ما يدفعش دينارين في السنه؟ يعني عايز تتهم الشعب المصري كله انه ترك المسيحيه عشان ما يدفعش الجزيه 2 في 2 دينار؟ هل ده معقول يعني يا اخوانا؟ يعني مش معقول يعني. لو كانت مصر زي ما بتقولوا مسيحيه 100% قبل الاسلام، طب ازاي بقت 90% مسلمين و10% مسيحيين؟ ازاي؟ يعني هل باعوا دينهم عشان دينارين؟ امال ايه عصر الشهداء والمبادئ والتمسك بالمبدأ وبعدين اصلا ما كانوا بيدفعوا الحاجات دي ايام الرومان اكتر من دي كمان، وكانوا متمسكين بمذهبهم كمان مش بعقيدتهم. يعني كان ليهم مذهب مسيحي وكده، والبيزنطيين ليهم مذهب تاني. هم المصريين المسيحيين تمسكوا بمذهبهم وتعرضوا للاضطهاد، والبابا هرب واشتغل في زريبة مواشي. البطرك ساعتها هرب يعني. فمش معقول، مش منطق ان انت تفسر الحكايه دي بموضوع الجزيه يعني. مش معقول يعني مش معقول. ممكن ناس طبعا، بس مش ممكن تكون الاغلبيه هي كده. 90% يعني من المصريين سابوا دينهم وعقيدتهم عشان دينارين. يعني انت دلوقتي كمسيحي، دلوقتي لو جيت قلت لك انا هديك كل شهر، الدوله قالت لك هديك كل شهر 5000 جنيه وتسيب المسيحيه، هل هتوافق؟ شوف، كل شهر 5000 جنيه، هل هتوافق؟ في ناس هتوافق بس قد ايه؟ قله. في قله هتوافق، لكن الاغلبيه لا، هتقول لك لا انا متمسك بديني وبدين ابائي وبدين اجدادي صح. ف ان التحول الى الاسلام كان لان المجتمع المصري متشبع بالوحدانيه من ايام اخناتون، وان ثوره اخناتون كانت ثوره من اجل الوحدانيه، من اجل وحده الاله. وان كهنه امون رفضوا الوحدانيه وانقضوا عليه وقتلوه وعملوا وحرقوا مدينته تل العمارنه واضطهدوا كل الموحدين، اللي انتهت بخروج اليهود من مصر اللي هم كانوا موحدين من انصار اخناتون. يعني دي واضحه جدا. ف فاذا الاسلام، المجتمع المصري مجتمع اسلامي، حتى المسيحيين فيه اسلاميين، حتى اليهود اللي فيه، كل من فيه، حتى العلمانيين، حتى الملحدين
هم موحدين بطبيعتهم، لان التوحيد ده فلسفه عقليه، ثقافه عقليه. وبعدين الانتماء للامه الاسلاميه، الناس مش فاهمين، او بعضهم مش قادر يفهم الحكايه دي. ما فيش حاجه اسمها يقول لك انا مصري، ما تقوليش انا بنتمي لعالم الاسلام ده جاهل مش فاهم حاجه. العالم فيه 5 حضارات، انت لازم تكون منتمي لحضاره منهم. مش انا اللي بقول ده، كل فلاسفه التاريخ اللي في العالم بيقولوا كده. ارنولد توينبي، شبينجلر، ويل ديورانت، كلهم بيقولوا كده. هم 5 حضارات موجودين في العالم: الحضاره الغربيه، الحضاره الاسلاميه، الحضاره الهندوسيه، الحضاره الصينيه، الحضاره الصينيه اللي هي كونفوشيوسيه، والحضاره السلافيه الروسيه. هم 5 حضارات موجودين في العالم. انت انهي واحده فيهم؟ ها؟ تنفع تبقى غربي؟ لا، ما تنفعش تبقى غربي، انت ما عندكش الثقافه الغربيه. لا. تنفع تبقى هندوسي؟ لا. تنفع تبقى كونفوشيوسي؟ لا. تنفع تبقى اسلافي؟ لا. ارثوذكسي، اسلافي؟ لا. اذا انت انتمائك الحضاري مسلم، مسيحي، شيعي، ما دام بتعيش في بلاد العالم الاسلامي فانت مسلم ثقافه. ودي قالها مكرم عبيد يا جماعه، مش حاجه جديده. مكرم عبيد الزعيم القبطي اللي كان في حزب الوفد قال انا مسيحي الديانه مسلم الثقافه. الراجل ده كان طبعا لما طلع بابا شنودة قال لا مش موافق على الكلام ده. لا، ده حاجه كده بس، لكن هي دي حقيقه. الراجل مكرم عبيد ده عبر عن الواقع. انت مسيحي الديانه لكن مسلم الثقافه، لان الثقافه الاسلام مش مجرد دين، ده انتماء حضاري. انت انتمائك، وانت لو مش منتمي للمجتمع الاسلامي الحضاري يبقى تنتمي للمجتمع الاسلامي الايه الغربي. اصبحت انت هينظر اليك على انك اجنبي ومعادي كمان، لان احنا في بيننا وبين الغرب اعداء. هتبقى صيني هندوسي مش معقول، هتبقى سلافي مش معقول. ما هو انت ما قدامكش غير خيارين: يا اسلامي يا غربي. اختار لك واحده من الاثنين. انت ما فيش حاجه اسمها مصري، ما فيش ثقافه مصريه. فين هي الثقافه المصريه؟ قول لي كده فين الثقافه المصريه؟ قول لي فين هي الثقافه المصريه؟ هات لي كده مثقف مصري، هات لي كتاب ثقافه مصريه. فين انت؟ اللي هم يعني بالكتير قوي هتلاقيه غربي، بيتكلم زي سلامه موسى مثلا او لويس عوض، بيتكلم عن حاجات غربيه وثقافه غربيه. لكن ما فيش ثقافه مصريه. ما تقدرش تقول في ادب مصري او في كتاب دين مصري جاي من ايام الفراعنه كده، او في في موسيقى او في ادب او في ملاحم مصريه قديمه، او ما فيش. مين؟ هات لي اسم واحد كده مثقف مصري قديم من ايام الفراعنه، واحد بس هتقول ليه مؤلفات زي ارسطو او سقراط او افلاطون او الناس دول، او فيثاغورس او ارشميدس او اقليدس او اسخيليوس او هوميروس. في حد عندنا زي هوميروس؟ زي هيرودوت المؤرخ؟ فين؟ هات لي واحد كده، هات لي مؤرخ مصري قديم. مفيش. في واحد زي هيرودوت؟ لا. في واحد زي هوميروس كتب الملاحم الإلياذة والأوديسا، 14,000 بيت شعر في الإلياذة بس لوحدها، اللي هي تعتبر عمود الثقافة الإغريقية. مفيش. ما عندناش. مفيش. الفراعنة ثقافتهم اللي تركوها ثقافة صامتة خرساء، اللي هي الأهرامات والمعابد، لكن مفيش معاني تركوها. مفيش أفكار فرعونية، أفكار ساذجة، عبادة أتون وأمون وراع كلام يعني كلام ساذج يعني ما ياكلش مع العصر الحديث خالص، يعني حاجة يعني ما تاكلش مع العصر. فانا بقول اليابان هي الحل. فانا بسرد بس كده يعني سرد قصه مصر كده ببساطه كده عشان نوصل في الاخر لايه؟ لليابان هي الحل. يعني ايه اليابان هي الحل؟ هبدا بالملك فؤاد. الملك فؤاد اراد ان يكون خليفه المسلمين بعد ما تم انهاء الخلافه في الدوله العثمانيه كشرط. يعني الدوله العثمانيه دخلت في الحرب العالميه الاولى، ارتكبت خطأ جسيم، ودخلت في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا، راهنت على ألمانيا ودخلت في الحرب مع ألمانيا فانهزمت. فلما انهزمت لازم تدفع الثمن. الثمن هي اتفاقات سايكس بيكو وتجريد الإمبراطورية العثمانية من ولاياتها كلها. وأما بالنسبة لتركيا نفسها اللي هي القلب بتاعها، فقالوا لهم احنا يعني مش هنحاول نحتل تركيا. هم حاولوا، يعني حاولوا مش ما حاولوش، حاولوا يسلطوا اليونانيين والارمن
اليونانيين جايين من الغرب والارمن جايين من الشرق، بحيث يقضوا على الاتراك اللي في الاناضول. لكن الاتراك قدروا يقفوا قدامهم وقفه جامده جدا وهزموهم. ومن ساعتها بيعيطوا الاثنين، اليونانيين والارمن. لا، فالانجليز والفرنساويين قالوا طيب احنا هنسيبكم بس في شرط واحد، ان انتوا تنهوا الخلافه الاسلاميه. فانهوا الخلافه الاسلاميه، وده الكلام اللي قاله رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان اللي اسمه جلادستون، لما بيقولوا له انت ليه زي ما احتلتوا مصر والعراق وسوريا ومش عارف ايه، ليه ما احتلتوش تركيا؟ قال لهم لان احنا عملنا حاجه احسن من الاحتلال، وهي ان احنا خلينا تركيا جزء من العالم الغربي. تخلت عن الاسلام تماما، هتخلي الاجازه بتاعتها يوم الاحد، وهتكتب لغتها بالحروف اللاتينيه، الحروف الاوروبيه، وهتبقى دوله اوروبيه وهتنتمي الينا وخلاص وانتهى الموضوع. ده احسن. يبقى هي هتبقى قوه معانا ضد روسيا. خلاص. فالمهم لما سقطت الخلافه بهذا الشكل، والاتراك وافقوا على هذا الكلام، بدأ المسلمين عايزين خليفه. طب ما هو يعني هنعيش ازاي من غير خليفه؟ مين الملك اللي هو ممكن مؤهل ان هو يبقى خليفه المسلمين؟ الملك فؤاد في مصر. فالملك فؤاد قال ايوه اوكي انا موافق، انا اقوم بالعمليه دي وابقى خليفه المسلمين. دي كانت حاجه كويسه جدا لمصر، حاجه كويسه جدا. انا مش عارف اللي بيقول لك ازاي كويس انه الناس دي عبيطه. يعني يا ريت يبقى في خليفه مصري، ده احنا كانت مصر دي بقت في منطقه تانية خالص يا جماعه. لكن طبعا المسلمين الانجليزي كانوا محتلين مصر، رفضوا الحكايه دي، قال لك دي هتخلي مصر دوله عظمى، لو احنا مش عايزين الحكايه دي. الملك فؤاد اراد ان يكون هو خليفه المسلمين بعد الغاء الخلافه في تركيا، ولكن الانجليز عارضوا هذا الامر الذي سيقوي مصر مما يؤثر على مصالح انجلترا. لو مش عايزين مصر قويه، لو مصر بقت بلد الخلافه هتبقى مصر تقدر تطرد الانجليز وتبقى اقوى من الانجليز، يعني هتديها قوه معنويه رهيبه. تخيل مصر دي بقت عاصمه الاسلام، تخيل، والملك بتاعنا بقى هو خليفه المسلمين. يعني لو اعلن الجهاد في كل العالم الاسلامي ضد الانجليز، العالم الاسلامي كله هيجاهد ضد الانجليز، لان الناس المسلمين بيعتبروا الخليفه ده خليفه رسول الله. خلاص. فعملت انجلترا طبعا شغل لعب المخابرات، زي بقى احمد كريمه، زي نفس الاسلوب بتاع المخابرات الانجليزيه والفرنسيه والموساد، اللي هو ان هم يجيب لك واحد من داخل عالم الاسلام، وهو يقوم بايه، بضرب الافكار الاسلاميه، عشان يقول لك ايه ده جم منهم فيهم يعني. زي ما احمد كريمه، سعد الهلالي، مش عارف ايه، الناس اللي انت عارفهم دول كلهم، احمد عبده ماهر، مش عارف ايه الناس اللي انت شايفهم دي كلهم، دول جايين مستاجرين من اجهزه مخابرات لضرب الاسلام من الداخل. يعني دي واضحه جدا، يعني مش محتاجه يعني. فكان انت عملوا دي بدات من زمان قوي. استقطبوا واحد اسمه علي عبد الرازق. علي عبد الرازق ده كان خريج ازهري، يعني خريج ازهري، داعيه او امام حاجه كده يعني. ما هوش شيخ الازهر، الناس فاكره ان ده شيخ الازهر يا جماعه. ده دوكها واحد تاني اسمه مصطفى عبد الرازق. ما هو بقى العلمانيين بيخلطوا بين الاثنين عشان يوهمك ان علي عبد الرازق ده كان شيخ الازهر مثلا، او كان عالم كبير، ولا ليه لازمه. ده ولا ليه لازمه، ده عامل زي اسلام بحيري كده ولا. فكان ان تم استقطاب ازهري هو علي عبد الرازق. كتب له المستشرقون كتاب الاسلام واصول الحكم. ايه في كتاب اصول الحكم ده؟ يعني انت قلت ايه يا علي عبد الرازق في الكتاب ده؟ قلت ان مفيش في الاسلام نظريه سياسيه للحكم. طب ماشي. طب وده ايه معناه ايه بقى؟ يعني ما في يعني مش ما فيش يعني معناه ان الاسلام بيمنع مثلا كده؟ لا، ما بيمنعهاش. هو ما حطش نظريه ثابته تتقيدوا بيها. ايوه تركها للمسلمين. ما هو في حاجه اسمها المصالح المرسله. في حاجه في الشرع الاسلامي اسمها المصالح المرسله. المصالح المرسله اللي هي ايه؟ ملخصها ايه؟ انتم اعلم بشؤون دنياكم. ان في اشياء تركها لنا التشريع، ادانا مبادئ عامه لكن ترك لنا التفاصيل. انتوا اعلم حسب العصر وحسب المكان وحسب الظرف التاريخي اللي انتوا فيه. ما منعش ان وجود امه اسلاميه. هل الاسلام بيحرم وجود امه اسلاميه ودوله اسلاميه واحده؟ لا طبعا. لكن ما بيفرضش شكل معين لهذه الدوله الاسلاميه، ما بيفرضش شكل. فهو بيقول ما فيش شكل ملزم في الشريعه الاسلاميه للنظام السياسي. صح، هو ما غلطش، بس مش معناه ان ما يبقاش في نظام سياسي اسلامي. لا، في ممكن نبتكر نظام سياسي اسلامي، يعني زي الاتحاد الاوروبي كده مثلا. اللي يمنع ان احنا الدول الاسلاميه كلها تبقى فيها اتحاد اسلامي زي الاتحاد الاوروبي مثلا؟ اوكي، ايه المشكله يعني؟ المهم علي عبد الرازق ده كتب له المستشرقون الانجليز كتاب الاسلام واصول الحكم، الناس في فكره نقل الخلافه الى مصر.
كان الهدف منها هي الحكايه مش عمليه ان ببحث علمي او بتاع. يعني ايه مناسبه يا بدل ما تقول يلا نحارب الانجليز، يعني انت يا علي عبد الرازق ايه مشكله مصر ساعتها؟ مشكله مصر الخلافه ولا مشكله مصر الاحتلال الانجليزي؟ انا بسال الناس اللي هم علي عبد الرازق، علي عبد الرازق. يعني انا دلوقتي لو انسان مثقف مصري او او رجل دين او اي حد مصري مخلص لبلاده او مخلص لشعبه، ايه هي الاولويه عندي دلوقتي؟ ان انا انتقد وجود فكره الخلافه ولا اقول يلا نحرر مصر من الاستعمار الانجليزي؟ لا، نحرر مصر من الاستعمار الانجليزي وبعدين نبقى نفكر في موضوع الخلافه بعدين. لا، علي عبد الرازق ده ساب موضوع الانجليز، ساب كل حاجه ومسك في موضوع الخلافه. وده كان مستاجر يعني، زي اللي بقول لك عليهم دول، زي احمد كريمه وعلي وسعد الهلالي والناس دي. خلاص كتب له المستشرقون كتاب الاسلام واصول الحكم لنسف فكره نقل الخلافه الى مصر. اختفى بعدها على بريز، اختفى على بريز خالص، قلع زي الازاري ولبس افندي وخلاص، واشتغل بقى، سافر بره في ايطاليا مش عارف فين، بقى مسيحي بقى بتاع، خلاص عمل اللي عليه. بس قال كل حاجه طبعا تم الترويج بقى للكتاب، وطه حسين اتكلم عنه. وطه حسين كان لسه متاثر طبعا بالمستشرقين الفرنسيين. طه حسين طبعا يعني لما راح فرنسا اصطادوه من هناك كراجل ازهري. الفكره ان هو ازهري، عرفوا ان هو ازهري، صيد سمين. ازهري اما يتقال ازهري، هو حاليا تركيزهم على ايه؟ قول ازهري جنب اي حاجه عشان ايه؟ الناس تقدسه، ويطلع يقول اي كلام بقى، يقول لك انا ازهري ازهري. زي الواد اللي هو مصطفى راشد ده مسيحي وهو اعلن كده برضه مسيحي، بس يقول لك انا ازهري وبيلبس بتاع كده اكنها زي بتاعت الازاهره. هو مش ازهري وهو قال انا مسيحي، بس ايه، يحطوا له كلمه ازهري عشان ايه؟ يبقى ليها مصداقيه وده. فطه حسين اصطادوه هناك بس من المدخل ده، وكلفوا البنت اللي هي المستشرقه دي اللي اتجوزها دي، اسمها سوزان دي ولا اسمها ايه، مستشرقه، بقت هي جت معاه عشان هي كانت هي اللي كانت بترسم له سياسته يا اخوانا. الفت كتاب بعد ما مات اسمه معك، افيك توا، الترجم بالعربيه اسمه معك، هتلاقيه في على النت. افيك توا يعني معك، كتبته بالفرنساوي. عاشت في مصر كل السنين دي وما اتكلمتش عربي، ولا اولادها بيتكلموا عربي. ابن طه حسين، مؤنس طه حسين، ما بيتكلمش عربي، كانت منع الكلام باللغه العربيه في البيت. تخيل، بيت عميد الادب العربي، انا ما اعرفش اللقب ده باي مناسبه خده يعني، ممنوع الكلام فيه باللغه العربيه، ممنوع. ابنه ما بيتكلمش عربي، هو تقريبا مات، عاش ومات وما بيتكلمش عربي، مؤنس. هي كانت اتضح من لما تقرا كتابها بقى فيكتوال ان هو نزل حلقات في مجله اكتوبر، ترجم ونزل حلقات في مجله اكتوبر، وانا قريته كحلقات زمان قوي. اتضح حاجه ان كل الناس استغربوا من اللي هي بتقوله. واضح ان هي كانت هي طه حسين، هي اللي كانت يعني كل الحاجات، المعارك الادبيه والحاجات اللي كان بيعملها طه حسين كانت هي وراها. هي كانت العقل، هي كانت المخ بتاعه، هو العضلات وهي المخ. فهي مستشرقه جايه تحقق هدف معين في مصر، هدف قومي لفرنسا، ان ده وبعدين ايه، حطوه عميد الادب العربي. يعني ايه بقى ايه يعني؟ خلاص. طيب ده الملك فؤاد. نيجي بقى للملك فاروق ابنه. الملك فاروق بحث عن مشروع اكثر تواضعا عشان يدي لنفسه قوه ولمصر. يعني فؤاد كان عايز يخلي مصر عاصمه العالم الاسلامي. للاسف الشديد المثقفين المصريين بكل خسه وقفوا ضد الحكايه دي، ما اعرفش ليه، انا مش فاهم يعني ايه اللي مضايقكم ان الملك فؤاد يبقى خليفه المسلمين؟ حد يقول لي ايه ايه المشكله؟ مش ده مجد لمصر؟ لا، ما هم مش عايزين اسلام، وقفوا كلهم ضده. قال لا، احمد لطفي السيد، مش عارف طه حسين، مش عارف مين، ايه فيها ايه لما يبقى فؤاد؟ يا ريت كان فؤاد خليفه المسلمين، ايه المشكله؟ طلعوا له علي عبد الرازق، واحد كده زي سعد الهلالي وزي الناس دي، يقولوا ما فيش في الاسلام حاجه اسمها خلافه. ما فيش، بس ما يمنعش الاسلام من وجود خلافه. هو ما فيش نص على الخلافه صح، لكن مش ممنوعه. ما هو حاجه اسمها المصالح المرسله اللي هي متروكه لتقدير المسلمين. هو الضرائب ولا اشارات المرور اللي سيادتك بتقف فيها وتدفع الغرامات دي من الاسلام موجوده في القران او في السنه؟ لا. امال ايه؟ ايه شرعيه انك تدفع غرامه مخالفه المرور؟ دي حاجه اسمها المصالح المرسله. يعني ايه مصالح مرسله؟ يعني دي اشياء تركها الشرع، اداك فيها مبادئ عامه وسابك انت تاخد قرار، لو انتم كمسلمين موافقين عليه خلاص هو يعتبر من الشرع. فما دمنا كلنا البرلمان طلع تشريع ان في غرامات كذا كذا كذا، خلاص يبقى ده جزء من التشريع، جزء من التشريع الاسلامي. نيجي بقى للملك فاروق. الملك فاروق دور على مشروع تاني
يدي قوه لمصر في مواجهه الانجليز، وهو كمان ياخد منه قوه. فلقى المشروع العروبي ولقى موضوع فلسطين هو حاجه، مجال يقدر يمرر فيه زعامه مصر للعالم العربي. ما دام بقى في خلاص عالم عربي، بقى امر واقع يعني. وكان طريقه الى ذلك ايه؟ حرب فلسطين، والتي من اجلها توسع في ادخال ابناء الفلاحين كضباط في الجيش، واحضر لهم اسلحه حديثه عجزوا عن التدريب عليها وادعوا انها اسلحه فاسده. ثم بعد ان انهزموا عادوا وانقلبوا على فاروق وطردوه خارج مصر، وانتهى مشروع فاروق العروبي. يعني كان في مشروع اسلامي لفؤاد ومشروع عروبي لفاروق، طبعا تم الانقضاض عليهم الاثنين في ظروف واسباب مختلفه. هكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.